هلو هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. دنيا شتاء والاجواء حلوة وباردة، فشنو مال اكلات شتوية. خلونا نسوي شلغم مثل اللي ناكله بالشارع، طعمه كلش طيب. اكلة شتوية وتدفي وطعمها كلش طيب وكلش سهلة وبسيطة، فشي كلش طيب. غير هذا انه هو صحي، وغير هذا كله بفوائد كلش هواي للجسم وخصوصا للكلى. وهسه قبل لا أبدي، ضيفوا قناتي إذا أول مرة تزوروني وضغطوا على جرس الإشعارات. وخلونا نبدي هسه بطريقة عمل الشلغم. كمية الشلغم حسب اللي يتناسبكم واللي تكفي عدد عائلتكم. هنا أنا عندي هاي الكمية من الشلغم، راح أشيل الأطراف من الشلغم من الجهتين، وأشيل كل الجذور الطالعة من الشلغم بهالشكل. راح أقطعها من الوسط بهالشكل على شكل حلقات، وإذا تحبون تقدرون تعوفونها كاملة بدون تقطيع حسب رغبتكم. وبعد ما قطعت الشلغم كليته راح اخليه بالقدر، واخلي وياه مي، يكون المي مغطي الشلغم كل زين حتى يستوي. واخليه على نار عالية بالبداية الى ان يغلي. وبعد ما يغلي راح انص النار على الشلغم على انصى درجة، وبعدها اتركه نص ساعة الى ان يستوي كل زين. بعد النص ساعة اتأكد من الشلغم انه هو استوى كل زين وذاب مثل ما تلاحظون قدامكم. وأحاول أتخلص من كمية المي الموجودة بالقدر، وأخلي بالقدر نص الكمية مال المي الموجودة. وهنا تقدرون تضيفون الحلا اللي انتو تردونها، تقدرون تضيفون خشقتين أو 3 من الشكر ويا التمر. أنا استغنيت من الشكر لأن حابته يكون صحي ونقدر ناكله لأن مسوين رجيم. فضفت كمية من التمر، وضفت تقريبا ربع كوب من الدبس، ورجعته على النار مدة 10 دقائق حتى ياخذ لون الدبس والتمر والحلا الموجودة بيهم. بعد 10 دقائق تقدرون تقدمونه وتاكلونه وطعمه كلش طيب. وبهالشكل كمان عندي الشلغم كلش طيب وصحي، لازم تجربونه. من الأكلات الطيبة الكلش يحبونها العراقيين بالشتاء، يتخلى على الصوبة والرايح والجاي ياكل من عنده. وهذا أطيب شلغم تاكلونه، وحتى أطيب من اللي ناكله بالشارع. ولهنا انتهى الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. ولا تنسون إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة، وشاركون الفيديو ويا أهلكم ويا أصدقائكم. شكرا حبايب.